فضيحة بجلاجل في لجنة الحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. طبعا أول امبارح شفنا أوسكار رويز وهو بيحلل اللقطات أو بعض الحاجات اللي فيها مشاكل في مباريات الأهلي وسيراميكا أو غيرها عموما. يعني الكل وقف عندها لأن اوسكار ساعات بيحلل بمزاجه وفي اختلافات كتيره بين الحكام على كلامه عموما. وحصل مشكله لما قال لك ان محدش في اتحاد الكوره طلب منا حكام اجانب والكلام ده. لكن خلينا في المهم، مين ورا فضايح لجنه الحكام في اتحاد الكوره؟ كلنا عارفين ان ابن مجاهد ورا كل نصيبه بتحصل في اتحاد الكوره. لكن لما يوصل بينا الامر ان واحد زي محمود البنا او احمد الغندور باللي سردوه امبارح مع ابراهيم فايق من فضايح وبلاوي وعلى المستور كمان. يعني محمود البنا كشف المستور امبارح لما بيقول ابراهيم فايق انت عارف ان الناس دي مقربه من اوسكار رويز ليه؟ عشان بيعملوا له ايه؟ فابراهيم حب يوعى له ما انا ما اعرفش. قال له انا عارف. وناس كتير عارفه ان في ناس شغاله زي او هنبسطها عسافير ومدلكين اوسكار رويز. في بدايه الموسم الناس كلها عملت هجمه على اوسكار رويز او هنا ابو ريده لما انت جايب واحد معمول مشاكل عليه قبل كده في قضايا تحرش وغيره، تقوم جايبه في نفس الوقت مسكوا لجنه الحكام. مفيش تطوير حكام، مفيش اي جديد، في بلاوي سودة، في مشاكل، في خناقات. في ناس في لجنة الحكام بتقول له ده ينفع وده ما ينفعش، ده حبيبنا وده مش حبيبنا، ده معانا وده ضدنا، ده هيسمع كلامنا فنديله مباريات، وده مش هيسمع كلامنا فنطلعه بره الحكام الدوليين في مصر. الكل عمل هيصة وزنبريطة بس ما خدتش حقها لان تركاية الاهلي كانت مغطية على الجميع. طاقم في كأس العالم كامل من مصر. اوعى تكون مفكر ان ده مثلا شطاره من رويز او اي شيء او كلام ده، لا. امين عمر معروف انه حكم كبير، محمود عاشور افضل حكم فار في افريقيا، واثنين حكام رياض مميزين ممكن يكونوا مجتهدين. عشان كده تم اختيارهم في مباريات افريقيه وبطوله كأس العالم. لازم حد يتحرك وحد يبدأ يتكلم وحد ممكن يعني ياخدوا الامل كده ان يبقى في جديد في فضايح اتحاد الكوره بعد ما ادلى بيه صوته وبعد ما قال محمود البنا واحمد الغندور. هل حد يتحرك ساكنا في الفضايح دي اللي هتبان في الفتره اللي جايه. فضايح كبيره بدأت تهز اتحاد الكوره، وخصوصا استقرار رويز او استكماله للموسم القادم. خد المفاجأة دي وخليها على الله. امين عمر حكم نهائي دوري ابطال افريقيا القادم. انت بتقول ايه؟ طب خدها مني وتوكل على الله. كده المغرب خد حقه تالت ومتلت، وجنوب افريقيا خدت حقها تالت ومتلت. ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ صعود نهضة بركان والجيش الملكي النصف النهائي، اذا في فريق مغربي في النهائي. وصعود وفوز صن داونز امبارح على الترجي، اذا صن داونز اخيرا هيوصل للنهائي ومنه بقى لفريق المغرب. هل لطشع يفوز ولا متسمبي؟ كلنا عارفين ان متسمبي كان هو مالك او رئيس او صاحب نادي صن داونز، ولقشع حكم دار الانديه المغربيه. فمن سيفوز، لقشع ولا متسمبي؟ دي حاجه انا بقولها لك اهوت. امين عمر هو الحكم الاول اللي هيدير نهائي دوري ابطال افريقيا، ولو ما كانش نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى نهائي الكونفدراليه. بس المؤكد امين عمر حكم نهائي دوري ابطال افريقيا سواء في الذهاب وغالبا هيبقى في الاياب. متنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر لكم. سلام عليكم.